لو مش موجودين في طفلك فبلاش من دلوقتي تبداي مرحله البوتي تريننج واخريها شويه كده، الطفل لسه صغنن، ووفري وقتك ومجهودك وصحتك لحاجات تانية. اول حاجه ميعاد الحمام بتاعه ثابت. انت عارفه ان هو بيعمل حمام ستول او حمام براز اول ما بيصحى من النوم او قبل ما بينام او بعد ما بياكل وجبه تقيله. تاني حاجه انه ممكن يقعد فتره طويله جدا الدايبر بتاعته ناشفه، يعني من ساعتين ل3 ساعات ل4 ساعات ما عملش اي حمام فيها خالص. رقم 3 معانا لما الطفل بيقرر انه يعمل حمام ما بيعملش في وسط الناس كده او عادي، لا، بتلاقيه واخد نفسه داخل يستخبى في اوضه او يدخل ورا كنبه او يشد ستاره ويقعد وراها ويقعد بقى كده، وممكن يقرفص في الارض عشان يعمل حمام. 4 بقى عمل البيبي بتاعه بيجي قرفان جدا من نفسه ومش طايق نفسه ويفضل يشد فيكي ويشد في نفسه وعايزك تغيري له على طول، ما بيقعدش فتره طويله عامل حمام وهو ساكت وبيلعب وملهي، لا، اول ما بيعمل على طول بيبقى عايز يغير. 5 الواد كبر وبيشد الدايفر لنفسه وعايز يفتحه وممكن يبهدل الدنيا. الاخيره بقى معانا ان هو عارف يعبر ان هو عمل حمام بان هو يقول كلمه انتوا متفقين عليها، اف يا كي 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 اي حاجه، بيقول اي كلمه بيعبر لك بيها ان هو عمل حمام.